أنا بنصح أي واحد قبل ما يبلش بشغل إضافي للشغل تبعه إنه يستشير الاشتراطاته. السلام عليكم، معكم أبو صالح الدلكي. اليوم موضوعنا موضوع أي واحد بده يفتح شغل خاص له إضافة لشغل الأساسي. يعني هو بيشتغل بشركة بأخذ راتب أساسي بالشركة بغطه ونتو، يعني بخصموا من عنده ضريبة وبيظل له راتب أساسي. وهو هسه بده يفتح شغل خاص فيه، على سبيل المثال إضافة لشغله الأساسي، مثلا بده يبيع أونلاين أو بده يفتح أي شغل ثاني يسجل الجيفيرب على اسمه، يعني زلبشتندشكايت. في ألمانيا مسموح لك إنك تفتح زلبشتندشكايت إضافة لشغلك الأساسي، ولكن لازم تسجل عند الشتويربراتا إنه عندك أنت شغلك الأساسي تأخذ مبلغ معين زائد الزلبشتندشكايت، لأنه بتنحسب الضريبة إضافية على الشغل الأساسي. يعني على سبيل المثال إذا كان راتبك الأساسي خلينا نقول 50,000 أورو بروتو، وبتدفع عليه أنت أينكم شتوير لأنه بيعطيك النت، هو بتدفع تقريبا حوالي 8500 أورو ضريبة. في حال انك انت هسه على سبيل المثال دفعت 8500 اورو ضريبه واشتغلت شغل خاص فيك، انت عملت جيفيربا جديده واشتغلت شغل خاص فيك، وهاي الجيفيربا دخلت لك على سبيل المثال 30,000 اورو اضافه لشغلك الاساسي، صار عندك الدخل السنوي تقريبا حوالي 80,000 اورو. طبعا هون بيحسبوا قديش عندك اولاد، متجوز، عزابي، قديش عدد افراد البيت، شو بتدفع تامينات، شو بتدفع انت شغلات اضافيه بتنخصم من الضريبه. صاحب الشغل دافع عنك على سبيل المثال 8500 اورو ضريبه، ولكن انت هسه بدك تدفع كمان من عندنا تقريبا 8000 اورو على ال 30,000 اللي طلعتني جديد، لانه بيحسبوا الضريبه كامله الأينكومنشتوير، الدخل كامل تبع العائله، بنحسب الشغل الزلبشتندشكات زائد شغلك الاساسي، وعلى اساسه بتدفع الضريبه اللي هي الأينكومنشتوير. فلازم تحسب حساب لما بدك تعمل زلبشتندشكايت وعندك انت شغلك الاساسي، لازم تحكي مع الاشتراطاته، لانه الضريبه اللي راح تدفعها راح تكون ضريبه كبيره. لازم تحسب حسابك من اول. عادي طلعت 80,000 اورو لازم ادفع عليه مثلا 16,000 اورو ضريبه، ما في مشكله، او 20,000 اورو بدفع 20,000 اورو، ولكن لازم تكون حاسب حسابك من اول. انا بنصح اي واحد قبل ما يبلش بشغل اضافي للشغل تبعه انه يستشير الاشتراطاته ويدفع الضريبه اول باول، كل 3 شهور يدفع لقدام الضريبه، ما يستنى لاخر السنه او للسنه الثانيه او للسنه الثالثه عبين ما يعمل اينكم اشتغل. اول باول فوغاوس سالونج للفينانس امت بيدفع المبلغ، بتكون الامور سهله عليه ومريحه وما بتغلب بعدين. تحياتي للجميع، ابو صالح الدلكي، مع السلامه.